ما ضد نظام الطيبات ولا ضد الكيتو ولا ضد الصيام المتقطع. أنا ضد إنك تفتكر إنه في حاجة واحدة بس هتحل لك كل مشاكلك الصحية. الليلة لو فتحت السوشيال ميديا هتلقى زول بيقول لك مشاكلك في القولون، وزول هيقول لك هرموناتك ما ظابطة، ده غير ناس مشكلتك في السكر ومشكلتك في الجلوتين واللبن، لحد ما راسك لفة وبقيت ما عارف المطرة صابة وين وتبدأ كيف. وكل يوم بيظهر مصطلح جديد، شي صحة الأمعاء وشي ديتوكس وشي توازن هرمونات وغيرها من المصطلحات. ومشدت من المصطلحات دي كترت ومسخت، بدل ما تحس بالفايدة بقيت متحير زيادة وزي طشيت شبكة كده. يعني المشكلة ما إنه التخصصات دي كلها غلط أو المعلومات دي ما مفيدة، بالعكس كل واحد من التخصصات دي بيعاين للصحة من زاوية مختلفة. زي ما دكتور القلب بيركز على صحة القلب وأخصائي الهضم بيركز على الجهاز الهضمي، كله تخصص وعنده أدواته. لكن خليك متذكر أنت إنسان في جسم واحد متكامل، أنت ما بس مجموعة بتاعت أعضاء منفصلة ومفرتقة من بعض. عشان كده قبل ما تسأل يا نظام أنا مفروض أمشي عليه أو يا تخصص كل بيديني المعلومة الصح، أسأل نفسك السؤال الصح، وهو جسمي شنو محتاج في المرحلة اللي أنا فيها دي. لما تعرف الإجابة بعدها بتقدر تقرر تمشي في اتجاه وتتعمق في التفاصيل اللي أنت فعلا محتاج لها. الصحة والعافية يا جماعة ما منافسة بين التخصصات دي، في صورة كبيرة جدا، كل تخصص من التخصصات دي بيساعدنا نشوف جزء من الصورة دي وبيجاوب على سؤال مختلف. صحتك ما محتاجة إنك تفتش في كل التخصصات دي عشان تعرف الإجابة، عافيتك بتبدأ بالسؤال الصح. تابعنا في الفيديو الجاي عشان تعرف تسأل السؤال الصح كيف.